عشان تعمل مشروع، عايز تعمل مشروع مثلا وتعمل منتج في المشروع دوت، بتاخده سلمة سلمة. بمعنى العملية يا جماعة مش اللي هو اعمل مشروع وانزل بقى بص، يعني لازم تبقى عامل له دراسة جدوى، ولازم تبقى راجل محترف في المبيعات. يعني ألف ب مبيعات يعني ايه منتج. انا النهارده عملت مشروع مثلا ومعايا منتج، المنتج ده انا عايز ابيعه. يعني انا اتعلمت زمان، يعني اشتغلت في شركات عالميه كتير، والحمد لله وصلت فيها لمراتب كويسه جدا بفضل الله عليا، لحد ما عملت مشاريع الخاصه ليا انا. اللي المبيعات ازاي اللي انت تبيع منتج او تصنع منتج. اول حاجه بتصنع المنتج ازاي تعمل له دعايه، وازاي تبيعه، وازاي تظهره للزبون او للعميل اللي هيشتريه. يا جماعه الموضوع يعني ايه، مش سهل. اي مشروع مش سهل اللي انت تعمله. مش المشكله، مش مشكله ان انت سهل ان انا اعمل منتج، سهل جدا. المنتج بيتعمل في ساعه. سهل ان انت تعمل منتج، لكن هتسوق له ازاي؟ يعني انا فاكر زمان انا والزمايل كنا مناديب، كنا بنخش تحيات يعني إيه تحدي مع بعض. اللي هو انت تقدر تبيع ايه، انا اقدر ابيع كذا. انا قبل كده دخلت تحدي مع حد، قلت له انا هبيع التراب اللي في الارض ده هبيعه. بس ساعتها كنت صغير بقى، وكنت لسه شاب. وفعلا خدت التراب دوت، وحياة ربنا زي ما مش مصدقين انتوا. انا فاكر انا الحوار ده كان جميل جدا. خدت التراب ده حطيته كده في حاجه شيك وجميله وانت مش عارف ايه، وفعلا بعته. فعلا بعت التراب. بس طبعا ما كان يعني ايه، كانت بيعه مش يعني ايه، بطريقه مش كويسه يعني. المهم، البيع يا جماعه والمنتج، انت عشان يبقى معاك منتج لازم تسوق له صح. لازم تسوق له صح، ولازم تبقى خطوات. اول حاجه الدعايه بتاعتك، ولازم الدعايه بتاعتك تبقى ملفتة للنظر، تخلي العميل يفكر في المنتج بتاعك قبل ما ينزل وقبل ما يشوفه. دي في حد ذاتها حاجة كبيرة. ليه؟ لما العميل يفكر في المنتج بتاعك هيكلم ده، وهيكلم ده، وهيكلم ده، وهيكلم ده. طب ازاي؟ يا جماعة انا اديت قبل كده شركة، اديتها فكرة للدعاية. والله العظيم الشركة دي كان يكفي بس اللي الشركة دي كان عندها مخزون يكفي سنة، خلص في اسبوعين. بس للاسف الشديد اللي في الاخر سقطت ليه؟ لانها بعد كده ما اهتمتش بالجوده، ما فضلتش ماشيه على الجوده بتاعتها. مقصد كلامي اللي انت عايز تعمل مشروع لاي منتج، لازم تعمل له دعايه كويسه جدا، ولازم يكون معاك مندوب شاطر او معاك حد للدعايه يكون شاطر جدا. والتوفيق والرزق ده بتاع ربنا، مش بتاعك انت ولا بتاعنا. احنا بنسعى وبنفكر، والرزق ده في الاخر بتاع ربنا. بس انت بتعمل منتج، او انا معايا منتج هبيعه، يعني هبيعه باذن ربنا. كل شيء يعني كل حاجه باذن ربنا، بس انا هبيع المنتج ده، يعني هبيعه. انا عندي يعني يقين بالله ان انا هبيع المنتج ده. لو في 10 تنفار مثلا واقفين في الشارع اهم، انا هخش على 10 تنفار دولت، انا هبيع المنتج ده. هيتباع يعني هيتباع. لازم يكون عندك هدف، وعندك يعني ايه، تحفيز، وعندك يعني ايه امل اللي انت هتبيع المنتج ده، يعني هتبيعه. الخلاصة يا جماعة، مفيش حاجة سهلة. كل حاجة بتيجي بالاجتهاد وبالصبر وبالعزيمة. عندك عزيمة هتوصل، ما عندكش عزيمة وهتسمع كلام المحبطين، عمرك في حياتك ما هتوصل. تحياتي للجميع.